الكلمة دي كلمة لا مهمة جدا في حياتك، لازم تتعلمها. هي في 3 لاءات مهمة في حياتك جدا. أول حاجة لا إله إلا الله محمد رسول الله احنا بنقولها. تاني لا للمستحيل، مفيش مستحيل. لو انت معتقد في كده ان شاء الله ربنا يوفقك وتحقق اهدافك طول ما هي حاضره في ذهنك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران: ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، بلا استثناء. فاعبدوه وهو على كل شيء ايه؟ وكيل. ومن توكل على الله فهو ايه؟ فهو حسبه. يبقى لا مفيش ايه؟ لا للمستحيل. خلاص؟ لا اله الا الله، لا للمستحيل. لا التالتة بقى دي مهمة جدا. لا للي هيضيع وقتي، لا للي هيأثر على سلوكياتي تأثير سلبي، ابعد عنه. في اوقات تستحي انك تقول فيها لا بعد كده ترجع تندم، واللا هنا بتبقى مهمة جدا كلمة لا، بالذات في مجتمعاتنا. يعني ساعات الواحد يتحرج يقول لا لواحد وبعدين يجي على دماغه هو ويزعل هو. لا، طب ما انا اقول له لا ويزعل هو، بلاش ازعل انا اذا كان هو مش سليم او مش صح. فدي لا مهمة لوقتك ومهمة لسلوكياتك وما تندمش عليها. انما ممكن تندم انك ما قلتهاش. يعني ممكن يجي وقت عليك تقول يا ريتني كنت قلت لا، بالذات وانت بتذاكر عندك هدف وعايز توصل له ومعاك واحد تاني دماغه فاضية، زميلك او صاحبك اللي يجيبك ورا بناقص منه، قول له لا وما تتحركش. اللي يجيبك ورا ايه؟ بناقص منه، تقول له لا وما تتحركش. يبقى عندك لا في 2 لا للمستحيل ولا للايه؟ للسلبيات. ودي تبقى عايزة حزم، لازم تكون حازم فيها.